يبتدي عندنا مسلسل هنا بجين، راجل أعمال ناجح جدا جدا. وفي الوقت ده كان داخل هنا الشركة بتاعته، لكن لما جه علشان يدخل بيلاقي مامته بتتصل بيه، وكانت عمالة تقوله فينك، وإن أنت إزاي ما تجيش حفلة الخطوبة بتاعت ابنك. وكان عمال يقول لها إن أنا مش فاضي وعندي شغل كتير جدا، وإن الفترة دي زحمة قوي. لكن طبعا بالغلط بيفتح السبيكر، وطبعا الكل بيبدأ يسمع تهزيق مامته ليه، وكل بدأ إن هو يضحك ضحك هستيري إن راجل كبير زي كده مامته بتهزقه كل التهزيق ده كأنه طفل صغير. وكان عمال يقول لها عامة أنا هحاول أفضي نفسي، وصدقيني هتلاقيني موجود في الميعاد بالظبط. وانا كانت بتقول اما نشوف فعلا هتسمع الكلام ولا انت كبرت على مامتك. وانا كان بيقول لها ما تقلقيش، مسافة الوقت وهكون عندك. وانا كانت بتقوله لازم تلاقي لك عروسة، وان انت بقالك كتير جدا جدا عازب. وانا كان بيقول لها اقفلي بقى عن الموضوع ده، ونعرف ان هو عنده عقدة. وفي الناحية التانية بتكون موجودة هنا يويو، وبتكلمها صاحبتها وبتقول لها الحقي حبيبك بيخونك ومع اختك كمان. وطبعا في الوقت ده بتكون مصدومة جدا، ويويو بتقرر ان هي تنتقم انتقام صعب شوية. وقالت لنفسها ان انا اول راجل هشوفه لازم اجري عليه واخليه يتجوزني، ايوه، علشان يندم. وفعلا بتبدأ تشوف الفيديو اللي صاحبتها بعته لها، وبتلاقي ان اختها وحبيبها الاتنين بيخونوها. وطبعا هي كانت زعلانه جدا ومتأثره وحاسه فعلا بالندم، ان هي فعلا كانت شايفه ان هو مش بيحبها، ولكن مقرره تكمل معاه علشان هي اللي بتحبه. ولو وصلتوا لهنا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، ويلا نكمل. وبتقرر على طول اول ما تشوف اي حد هتجري عليه وتقول له اتجوزني. وفعلا اول ما بتشوف جين بتجري عليه وتقول له بقول لك إيه، انت موافق ان انت تتجوزني؟ فبيقول لها امشي يا شاطره من هنا، انت عارفه انا عندي كام سنه؟ انا راجل اربعيني. وانا كانت بتقول له على فكره وانا برضو واحده كبيره وعاقله، انا عندي 18 سنه بحالهم. وكان بيقول لها انت اتجننتي؟ 18 سنه؟ انت عارفه انا اكبر منك بكام سنه؟ فهي بتقول له عارفه عارفه، بس انت وسيم وحلو ومش باين عليك السن. وفي الوقت ده بيلاقيها فعلا ان هي لطيفه جدا، وبيقرر قرار متسرع شويه. وانا كانت بتقوله ان انا موافقه اتجوزك من غير اي هدايا ومن غير اي مهر ولا حاجه. وكان بيقول لها ليه واحده جميله زيك وصغيره توافق تتجوز كده؟ فهي بتقول له عادي. هنا كان بيقول لها برغم ان انا حاسس ان في سبب تاني اللي انا هحاول ان انا اعديها. وهي بتقول له خلاص ماشي. وبعديها على طول بيقول لها طيب هنروح نتجوز؟ فهي بتقول له يا ريت، بسرعة في اي وقت وانا معاك. وفي الوقت ده كانت ماشية وكانت متضايقة جدا، لان طبعا كانت زعلانة خالص على حبيبها، لانهم بقالهم مع بعض سنة بحالها. واول ما بتروح البيت بتلاقي مامتها، او نقول يعني مرات ابوها، كانت عماله تعاملها باسلوب وحش قوي، وتقول لها ان انت اتاخرتي على البيت وان بعد كده هطردك ومفيش خالص دخول للبيت. وانا كنت عماله تقول لها براحتك وان انا كده كده همشي من البيت مع الوقت، وعامه يعني خطيبي ده انا مش عايزاه. وهي بتقول لها ايه ده انت اتجننتي؟ فسختي الخطوبه فعلا؟ انت شكلك مجنونه، ازاي تعملي كده؟ وطبعا بطلتنا ما كانش همها اي حاجه. في الوقت ده بتقول لها خلي بنتك تنفعك. وفي الوقت ده نعرف ان اختها اصلا كانت مع حبيبها القديم، والاتنين كانوا مع بعض. ونعرف ان ده حبيب يويو. وكانت عمالة تقول لها انت كويس قوي عارفة ان هي كانت بتخوني. وفي الوقت ده كمان بيجي علشان يصالحها ويقول لها اصبري بس افهمك. فهي بتقول له تفهمني؟ ملهاش اي لازمة. وانا كان بيقول لها الصراحة اصل انت مملة وباين عليكي يعني اللي انت غبية، والصراحة انا زهقت يعني. وطبعا هي زعلت جدا واتضايقت وبتقرر ان هي تنساه، وان هو اصلا ما يدخلش تاني حياتها. وبتيجي عربية هنا تاخدها وتمشي. وفي الوقت ده طبعا بيشوفها وهي راكبة عربية غالية جدا، وكان عمال يقول لنفسه أيوة كده أنا عرفت بقى ليه هي ليه عايزة تسيبني، أتاري الفلوس غيرتها. وفي الوقت ده طبعا أول ما بيشوفها بينبهر جدا بيها. وكان عمال يقول لها إن انت شكلك حلو قوي ولطيف، الصراحة مش عارف ازاي المجنون ده سابك. وهي بتقول له مش عارفة. وفجأة كان بيقفل حزام العربية، وكان عمال يقول لها إن انت أصغر مني بكتير قوي، أنا حتى خايف إن أنا أقرب منك. وهي بتقول له لأ عادي، وإن مع الوقت هنتعود أكتر على بعض. وكان بيقول لها ان انت عقلك اكبر من سنك بكتير. فكان بيقول لها وانت ندمانه على الجوازه دي؟ فهي بتقول له لا طبعا، وان انا ليه اندم اصلا، وان حد يطول يتجوز واحد زيك. فانا كان بيقول لها انت متاكده؟ فهي بتقول له ايوه. وفي الوقت ده بتلاقي ان مرات باباها بتكلمها وتقول لها ان انا المره الجايه هقص جناحاتك، وان انا مش هخليكي تاني حره، وازاي تفسخي الخطوبه. لكن بتقفل هنا في وشها. وكان عمال يقول لها باين على مرات باباك ان هي شديده شويه. فهي بتقول لها معاكي حق، هي فعلا شديده جدا. وفي الوقت ده طبعا بيبدأ إن هو يبص لها ويقول لها ما تقلقيش، أنا هكون معاكي ظهرك وسندك وحمايتك، ومفيش أي حد خالص هيتجرأ إنه يجي جنبك. وهي بتقول لها وأنت متأكد؟ أصل عيلتي عيلة صعبة جدا. فكان بيقول لها مهما يكونوا، وبيروح هناك عند بيت مامته. وكانت عمالة تقول له هو أنت اتجننت ولا إيه؟ أنت مين البنت اللي أنت جايبها معاك دي؟ البنت حرفيا باين عليها في ثانوي. فكان بيقول لها ما هي فعلا في ثانوي، في السنة الأخيرة. وبتبدأ إن هي تضربه وتقول له إيه ده، هو أنت خاطفها ولا إيه؟
لكن يويو بتجري بسرعة ناحيته، وكانت عمالة تقول لها لأ طبعا، أنا اللي اتحايلت عليه علشان يتجوزني، والصراحة قررت إن أنا أكون معاه. وأنا بتقول لها أنت متأكدة يا بنتي من الكلام ده؟ ما هو أكيد خاطفك. فأنا بتقول لها لأ. هتلاقي يبقى ماسك عليكي زلة. قالت لها لأ برضه، اهدي بقى علشان أنا مش بحب الخناق. فأنا بتقول لها إزاي طيب؟ قالت لها كده عادي يعني، وهو وافق. وأنا طبعا اتبسطت جدا، وبسرعة بتكتب لها قصر صغير، وكانت عمالة تقول لها إن ده هدية مني ليك، وطبعا ما تعرفش إن ده اختبار من بطلنا علشان يشوفها فعلا واحدة طماعة ولا لأ. وكانت بتقول لها لأ طبعا، وإن الهدايا دي غالية جدا، وأنا مش عايزة أي مهر ولا أي هدايا. فهي بتقول لها ليه بس كده يا حبيبتي؟ فقالت لها كده، والصراحة يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن أخدها التليفون. وفي الوقت ده طبعا جين كان باصص لها وكان مستغربها، وكان شايفها إن هي بنت لطيفة زيادة عن اللزوم، وبيقرر إن هو يعوضها بكل حاجة. فقالت لها إن أنا ممكن أخد التليفون ده بس علشان تليفوني قديم ومتكسر، ماشي؟ قالت لها اه طبعا يا حبيبتي. وبعديها هما الاتنين بيخرجوا برا. أما عن أختها فكانت واقفة وتراقبها، وكانت عمالة تقول لها أيوة أنا عرفت ليه بقى فشكلت خطوبتها، الصراحة هي مع راجل غني بره. وأول ما بتدخل بتلاقيه بقى باباها بيسألها بقولك إيه، انتي خلاص مش بقيتي معاه؟ فين بقى الهدايا والمهر والحاجات دي؟ لأ طبعا. والتليفون الجديد ده دي لأختك. وفعلا أختها بتاخده منها غصبا عنها. وطبعا بطلتنا بتكون متضايقة وزعلانة إن محدش حد قدر إذا هي كانت هتديهولها ولا لأ، وإن ده أصلا مهرها. فأنا في الوقت ده بيقولولها بقولك إيه، لازم نيجي ونتكلم معاه، فاهمة ولا لأ؟ واختها بتقول لها ولا هو مش ناوي إن هو يتجوزك، أكيد بيتسلى بيكي. وبيطردوها برا. وفي الوقت ده طبعا كانت لوحدها وزعلانة، معهاش أي فلوس تروح في أي مكان، وبتقرر أول حد يتكلمه يبقى هو جين. وفعلا بيجي علشان يشوفها، وبيلاقيها حرفيا عاملة زي القطة المبلولة أو الكتكوت. طبعا بيقرر إن هو بسرعة ينزل ويمسكها، ولما بيلاقيها إن هي مش قادرة تقف بيشيلها. كان عمال يقول لها إن انتي ليه بتعملي في نفسك كده؟ فهي بتقوله الصراحة كنت مترددة إن أنا أكلمك ولا لأ. وطبعا هو كان زعلان وبدأ إن هو يوديها المستشفى، وبيلاقيها إن هي تعبانة جدا وصحتها حرفيا في النازل. وكان صعبان عليه إن إزاي بنت صغيرة كده بتشوف كل الشقة ده في حياتها. ونعرف إن هما الاتنين اتجوزوا من يومين. وكانت عمالة تقوله الصراحة إن أنا آسفة إن أنا ضغطتك وكده. قالها لأ طبعا، وإن انتي مراتي دلوقتي وأنا جوزك، واعملي كل اللي انتي عايزاه وزيادة كمان، واحنا الاتنين نشيل عن بعض. وفي الوقت ده أختها كانت عايزة تعرف بالظبط مين الراجل اللي هي ارتبطت بيه، لأنها طبعا كانت شايفة إن أختها ما تستاهلش أي حد، وإن أختها أغبى منها، وخصوصا يعني إن هي من أم تانية. في الوقت ده بتعرف إن هي حامل من حبيب يويو القديم. ومامتها طبعا كانت مبسوطة جدا إن حبيب يويو القديم يبقى أصلا ابن جين. وكانت عمالة تقول لها أيوة كده، هناخد ثروة بملايين، وهيبقى عندنا الحفيد اللي يأمن لنا مستقبلنا. وطبعا الاتنين كانوا ماشيين وهم مبسوطين جدا. وفي الوقت ده طبعا نعرف إن ابن جين كان مبسوط جدا باللي بيحصل ده، وكان عمال يقول لها بقولك إيه، أنا لازم أروح أفرح جدتي. وفعلا بيروح هناك ويبدأ يحكي لها إن هو دلوقتي عنده ابن، يعني جاي في الطريق. وطبعا بتكون مبسوطة جدا لأنها كده هتشوف حفيد الحفيد. وهنا طبعا بيروح طبعا عندها، ويبدأ يقوله بقولك ايه، ابنك كده انا سمعت ان هو مخلي واحدة حامل، وتقريبا كده في كارثة كبيرة جاية لنا. في الوقت ده كان عمال يطبطب على يويو ويقول لها ما تقلقيش، وان انا هفضل جنبك ومعاكي، ومفيش اي حد هيقدر ان هو يزعجك. وطبعا في الناحية التانية بنعرف ان هي في المستشفى، قصدي عارف ان هي في المستشفى، وبيقرر يروح هناك. لكن طبعا السكرتير بيمنعه وبيقول له مع السلامة انت بقى، ما ينفعش اصلا. ونعرف طبعا ان باباه عرف ان هو ده يبقى حبيبها القديم، وراح علشان يكلمه، وقال له بقول لك ايه حبيبي، اياك تقرب للمكان ده تاني، فاهم ولا لا؟ وكان بيقول له بس انا ابنك، وقال له هي مراتي، فاهم ولا لا؟ وفعلا بيسيبه. وفي الناحيه التانية الاتنين بيروحوا يتكلموا مع بعض. وكان عمال يقول لها انا مش متخيل المجنونه دي تروح لبابا تتكلم معاه وكمان ترتبط بيه وتتجوزه. وطبعا هنا بتكون متضايقه جدا لان هي اللي ما سبقتهاش. وفي الوقت ده بيروح علشان يكلمه ويقوله ان ابنك بيحاول ان هو يراقبها تاني، وقال له خلي عينيك دايما عليه. في الناحيه التانية بتكون طالعه يويو هنا من المستشفى، وبتتفاجئ باختها وتقول لها ايه ده، هو انتي لحقتي بقيتي حامل؟ ومن مين؟ انا عرفت ان من حبيبك، يعني ان انتي ما ارتبطتيش قبل كده، او انتوا الاتنين كنتوا في علاقه. ومسكت هنا الورق اللي يثبت ان هي متجوزه. لكن طبعا يويو بتعرف تشد بسرعه منها، فاختها بتقول لها ان انتي اللي غلطانه اكيد، واكيد يعني انتي دلوقتي مع راجل فقير معهوش اي حاجه زيك. وفي الوقت ده طبعا بطلتنا بتقرر ان هي تمشي وما تجيش تاني جنب اختها ولا حتى تشوفها. وبتروح علشان تكلم هنا جين، وبتلاقي ان هو بيغير هدومه، بتكون محروجه ومكسوفه جدا. وكان عمال يقول لها انت مكسوفه ليه، وان انا جوزك، وان ده الطبيعي يعني. وهي بتقول يا ريت بس كده شويه مساحه، مسافه يعني.
وكان بيقول لها انت بتتحرجي فعلا، نادر فعلا تلاقي بنات كده، وان بنات الجيل ده صعبة جدا. فهي كانت بتقول له لا، وان عادي طبيعي، كل البنات دلوقتي كل واحد بشخصيتهم، وان احنا المفروض نحترم الكل. وفي الوقت ده كان عمال يحكي لها على ابنه، وكان بتقول له ده هو انت مخلف؟ قال لها وقدك كمان. والصدمة انها بتعرف ان حبيبها القديم يبقى ده باباه. وكان عمال يقول لها اهدي، وان انا عارف ان انت مش عارفة اي حاجة، وصدقيني انا ابدا مش هلومك. وبعديها على طول بتتفاجئ ان هو كل شوية يجيب لها هدايا وحاجات حلوة كتير، وبكون مبسوطة إن هو فعلا مهتم بيها، لحد ما بتتفاجئ إن باباها ومرات أبوها دخلوا عليها القصر وبيجروا عليها، وباباها بيقول لها إن أنا هربيكي من الأول. فأنا بتقوله ليه؟ قال لها فين المهر؟ فين الهدايا؟ وكان لسه هيضربها، لكن الحارس بسرعة بتاع جين بيمسكه، وكان عمال يقوله أنت اتجننت ولا إيه؟ هو أنت إزاي تضربها؟ وفي الوقت ده طبعا بيكون موجود ويقول لها ما تقلقيش، كل الحراس هنا تحت أمرك. وطبعا مرات باباها بتكون متضايقة جدا وزعلانة، اللي هو تحت أمرك انتي، المفروض بنتي أنا اللي يبقى عندها كل ده مش انتي. في الوقت ده بيقول لهم يلا اطلعوا برا، وإياكم أي حد يفكر يمد إيده عليها، هو إحنا فين؟ فأنا بيقولوا له بسرعة امشي. وأنا كنت عمالة تقول لها بكرة تعرفي بيتنا كويس، فقالت لها لا ما تقلقيش أنا عارفاها، علشان كده طردتوني في عز المطرة، بقول لكم إيه مش عايزة أعرفكم تاني. وطبعا بتقرر إن هي تكمل دراستها. وطبعا جين كان مبسوط وبياخدها يعزمها. وأنا كنت بتقول له بقول لك إيه، المطاعم دي غالية جدا، ما تخليناش نيجي فيها تاني، إيه رأيك نقعد في أي مطعم في الشارع، أو مثلا يعني أي عربية صغيرة؟ ولا لأ طبعا، أمال إيه لازمة بقى اللي أنا غني وكده، خليكي دايما تعوزي كل حاجة وأنا هجيبها لك. وأنا بتقوله بس أنا مش عايزة منك أي حاجة فعلا. وكان بيقول لها إن أنا عارف، وأنا بقول لك أهو اطلبي اللي أنت عايزاه، وكل اللي أنت عايزاه هيجيلك قبل ما تطلبيه كمان. وطبعا كانت مبسوطة جدا منه، وكانت حاساه فعلا إن هو راجل مش زي ابنه. في الوقت ده طبعا بتكون متضايقة جدا وزعلانة، لأن بتتفاجئ إن أختها شغالة هناك. كانت عمالة تقول لها أيوة أكيد سبتي بقى حبيبك القديم علشان كده، أصل انتي كلبة فلوس. وبتخرج برا، لكن بتلاقي إن أختها قفلت عليها الحمام. ومش بس كده، قبل ما بتخرج بتاخد منها التليفون، وكانت عمالة تقول لها وريلي بقى مين هينقذك، هتفضلي هنا لحد ما تموتي. وفعلا بتقرر إن هي تمشي بقى. أما عن بطلنا بيحس إن في حاجة غلط بتحصل، وبيقرر يروح الحمام زي ما هي قالت له. وأول ما بيروح هناك بيلاقي حرفيا إن المكان مقفول، وحس إن في حاجة غلط. ونعرف إن بطلتنا عندها فوبيا من الضلمة، وإن هي بتخاف فعلا، لكن هو كان حاسس إن في حد جوه، وبيقرر إن هو يدخل بسرعة عليها، والأول يشغل الأنوار وبعد كده ياخدها. وكان عمال يقول لها اهدي، ما حصلش أي حاجة، وإن انتي معايا في أمان. وفي الوقت ده بيشيلها وبيقرر إن هو يخرج برا. أما عن أختها فكانت غيرانة جدا لما عرفت يبقى مين جوزها، كانت عمالة تقول لها هي اتجننت ولا إيه، هي ازاي تتجوزك أنت؟ فهو كان بيقول لها ليه. فأنا كانت بتقول له تعرف إن هي كانت حبيبة ابنك؟ قال لها اه إن أنا عارف، ويا ريت إن انتي تبعدي عننا، لأن أنا عارف إن انتي حبيبة ابني. فأنا بتقول له طيب. وفي الناحية التانية أختها هنا بتكون غيرانة جدا منها، وبتفكر في خطة شريرة جدا، وكانت عمالة تقول لهم على فكرة أنا منتهتش منها. أما عنه هو فكان عمال يقول لها خليكي الفترة دي في البيت، أصل الصراحة عرفت إن في برا وحوش عايزين ينتقموا مني فيكي. وأنا كانت عمالة تقول له حاضر، لكن بيقول لها قومي البسي البسي ويلا نروح حفلة حلوة قوي وأظن هتعجبك. وفعلا بتروح معاه، وبيتصدم من جمالها ورقتها، وكان شايف إن هي جميلة جدا وبيقفل لها الفستان. ونعرف إن هي كانت عمالة تتدلع عليه، وحست إن هي وقعت في حبه. وفي الوقت ده كان عمال يقول لها امشي هنا، وعرف إن انتي صاحبة الحفلة صاحبة المكان، محدش يقدر يتكلم عليكي. وأول ما بتيجي علشان تدخل بتتفاجئ إن كل اللي هناك محترمينها زيادة عن اللزوم، وده طبعا علشان هي مراته. وطبعا أول ما دخل قال علشان أنا هعرفكم عليها كل الحاجات اللي هتطلبوها النهاردة على حسابي. وطبعا الكل كانوا مبسوطين جدا منه، وكل كان يتمنى بس إن يبقى جوزهم. وفي الوقت ده طبعا بيدخل وبدأ يعرفهم على بعض، لكن في الناحية التانية ابنه بيقرر يعمل خطة شريرة وبيتفق مع واحدة هناك، وكان عمال يقول لها لازم يخونها النهاردة، فاهمة؟ فهي بتقول له حاضر، هعمل كل اللي أقدر عليه وزيادة كمان. أما عن حبيبته فبتقول له هي لسه في دماغك؟ قال الصراحة اه، وأنا متعودتش أحط حاجة في دماغي وما أخدهاش. وأنا كنت عمالة تقول له اشرب العصير ده، ده عصير نادر جدا. قال لها ومراتي؟ قالت له باين عليها إن هي صغيرة هتتضر. وأول ما بيشرب العصير بيحس إن هو متخدر وتعبان، وإن هو فعلا مش في وعيه. وأنا كان عمال يقول لها عملتي فيا إيه؟ فأنا بتقول له ده عصير، شكلك أنت بس اللي لسه صغير ومش متعود على الحاجات دي. وكان بيقول لها لأ، العصير ده فيه حاجة تاني. وبيدخلوا له مراته جوه. طبعا بعد ما عرفتش إن هي تسيطر عليه فقالت إن هو يعتدي على مراته، وقتها هي هتخاف منه. لكن طبعا كان شايف نظرة الخوف والرعب في عينيها، وقرر إن هو يجي على نفسه وما يقربش منها، وقال لها ابعدي بسرعة عن هنا، بسرعة.
فأنا طبعًا حسّت إن هي خايفة عليه، وطبعًا بتقرر إن هي تقضّي معاه الليلة، وطبعًا هي كانت باصة له كده وكان بيقول لها إن أنا آسف، هو أنتِ ندمانة؟ فهي بتقول له لأ طبعًا، وكانت عمّالة تفتكر إن هي اللي بادرت امبارح، وكان عمّال يقول لها صدقيني ده مش هيحصل تاني، وهي بتقول له بس أنا مش زعلانة، وأنا مش متضايقة كمان، وكان بيقول لها أنتِ بتحبيني؟ فبصّت له وكانت مترددة جدًا وقال لها لأ، ليه واحدة زيِّك هتحب واحد زيي أربعيني؟ فأنا بتقول له لأ أنا فعلًا باحبك، وكانت مكسوفة ومحرجة جدًا منه. بدأ هنا يتصل بصاحبه ويقول له أنا عايز أعرف بالضبط حصل إيه امبارح، طبعًا بتكون هنا الصدمة لمّا عرف إن ابنه هو اللي كان مخطط لكل ده، ومش بس كده، ده كمان عمل كل ده علشان يخلّي يويو تكرهه، وإن هو يطلّقها، وهي طبعًا تحاول تخلع منه، في الوقت ده كانت عمّالة تفكر في يا ترى اللي عملته ده صح والّا غلط، وإن هي المفروض دلوقتي تعمل إيه، وكانت عمّالة تقول لنفسها معقول فعلًا ما يكونش بيحبني، وإن هو عمل كده معايا وخلاص زيي زي أي واحدة، وبعديها بتقرر إن هي تروّح البيت. وإن طبعًا بيقرر يروح يقابل ابنه، وكان عمّال يقول له خلّيك سعيد مع حبيبتك، ويا ريت إن أنت تبعد خالص عن يويو، فاهم؟ وهنا كان بيقول له لأ أنا ما عملتش أي حاجة وإن أنا مظلوم، وهنا كان بيقول له مش على بابا يا حبيبي، فاهم والّا لأ؟ وطبعًا بدأ يحس شوية بتوتر وحس إن باباه عرف كل حاجة، وقال له آه طبعًا أنا مستحيل آجي جنبها تاني، ده أنا هاعتبرها خلاص في مقام مامتي، وكان بيقول له شاطر كده أحبك، وهنا طبعًا قرر إن هو يخرج وينتقم منها مرة كمان، وكان عمّال يقول هاخلّيها ترجع تعتذر لي زي الكلبة. وفي الوقت ده بتنزل من فوق وتجري عليه علشان تحضنه وبيعترفوا الاتنين لبعض إن هما بيحبوا بعض وإن هما هيكملوا مع بعض على طول وكان مبسوط جدا بشقاوتها ودلعها وفي الوقت ده كان عمال يقول لها أنا جنبك وهفضل ظهرك وسندك وأمانك وبيخليها إن هي تلبس عشان هما الاتنين هيروحوا حفلة وفعلا بعد ما بتروح هناك بيقول لها إن أنا آسف هسيبك دلوقتي علشان عندي اجتماع مهم لكن بتلاقي إن أختها جاية علشان تهزقها وسط الكل وكانت عمالة تقول عليها إن هي واحدة ما تسواش أي حاجة وإن هي واحدة جاهلة كمان فطبعا يويو كانت مستغربة أختها إزاي تكون في أخت بكل القسوة دي كلها وكانت عمالة تقول لها أنا مش متخيلة اللي انتي كده أنا فعلا مأذية منك طبعا فأنا كانت عمالة تقول لها عادي يا حبيبتي ويلا امشي من هنا وإن المكان ده مش مكانك وإن جين بيتسلى بيكي وفترة وهيطلقك وانتي فاكرة إن هو ممكن يتجوزك يا حبيبتي وطبعا مرات باباها كانت فرحانة جدا بالكلام ده وكأن فعلا الكلام مضحك وكانت عمالة تقول لها إن انتي بنت ست أصلا خطفت رجالة وفجأة مسكت السكينة وكانت عمالة تقول لها شكل وشك الحلو ده هشوهه وهخليكي ما تسويش أي حاجة وجين يكرهك وقتها فعلا تبقي مكروهة لكن في الناحية التانية بتتدخل بسرعة جدتها وتبدأ تزعق هنا للبنت التانية اللي هتبقى أختها وأول ما بيعرف إن هي تعبانة بينقلها بسرعة على المستشفى وبيعرف إن هي عندها للأسف مرض نفسي وإن هي متأثرة جدا من كل اللي بيحصل في حياتها وكانوا بيقولوا له خلي بالك منها وطبعا مامته كانت عمالة تدعي وتصلي وده طبعا بعد ما عرفت إن هي حامل وفي بطنها هنا حفيدها وكانت مبسوطة وسعيدة جدا وكانت عمالة تقول له بقول لك ايه الفترة الجاية ولا تزعلها ولا تضايقها ولا حتى تقرب منها فاهم ولا لأ وهنا طبعا في الناحية التانية بتكون مبسوطة جدا إنها حست فعلا كده إن هي مبسوطة معاه أما طبعا عند ابنه فكان مقرر إن هو يخلي الطفل ده يموت لأن طبعا مش عايز حد يورث معاه وده كمان بعد ما عرف إن ده مش الابن الحقيقي لجين وإن هو أصلا طفل مامته كانت متبنياه ووهمت جين إن هو يبقى ابنها أما عند بطلتنا فكانت تعبانة جدًا، وهو كان بيقول لها خلّي بالِك من نفسِك وصحتِك وأنا معاكِ على طول، وبيروح الشركة وبيعرف إن في حد بيختلس من الفلوس بشكل يومي، وحس إن في حاجة كبيرة بتحصل، وقرر أول حاجة يعملها إن هو يراقب ابنه، وإن هو يعرف عنه كل حاجة لحد ما يتأكد من اللي في دماغه، أما بقى في الناحية التانية فنعرف إن ابنه كان مع أخت يويو في المستشفى علشان يعرف طبعًا صحة الطفل عاملة إيه كويس، ده طبعًا جاله الدكتور وقال له إن الطفل مشوه وإن هو مش هيكون كويس. فأنا طبعًا جدته بتقول له: "طيب إحنا عايزينه برضه وإن إحنا ما بنتخلاش عن أبدًا عيالنا." فأنا بيقول لها: "اسكتي أنتِ وإن أنتِ إزاي تتكلمي وأنا واقف وإن أنتِ ما لكيش رأي أصلًا ولا ليكِ لازمة." وطبعًا بيتصدموا فهي بتروّح. أما عن المساعد بتاع جين فكان عمّال يقول له: "على فكرة الولد ده مش ابنك وإن أنا عرفت كده." وبيجري يحضن يويو وكان عمّال يقول لها: "أحميكِ من الكل حتى لو كان من ابني." فهي كانت بتقول له: "إن أنا مش عايزة أعمل مشاكل خالص بينكم حتى لو أنا هامشي من هنا." قال لها: "لأ طبعًا وإن أنتِ موجودة هنا أهم مني كمان." وكان عمّال يقول لها: "اهدي." وكل حاجة هتحصل زي ما انتي عايزة وزيادة كمان وفي الوقت ده كانت عمالة تقول له خلاص ماشي وفي الوقت ده كلهم بيتجمعوا مع بعض وانا بيروح لجدته كان عمال يقول لها وانتي عارفة ان انا مش ابنه قالت له اه طبعا وغير كده ده السر عارفاه انا بس وقال لها انتي بس يعني متأكدة فهي بتقول له اه وان مامتك جت اعترفت لي بالسر ده قبل ما تموت والصراحة انا سمحتها وقررت ان انا اربيك الحيوان ده مش يسكت لأ بيقرر ان هو يموت جدته وان هو يعني يدفن معاها السر ويكون الوريث الوحيد لعيلة فوق وهنا طبعًا بيقرر يعمل خطة شريرة شوية، وبيروح يهدد هنا أخت يويو، وكان بيقول لها أنا مش عايز أعرفك تاني، وطبعًا مامتها وباباها الاتنين اتخضوا جدًا، وكانوا عمالين يقولوا لأ لازمًا يتحايل عليه لحد أما يرضى تاني بيها،
أصل إحنا مش هنضيّع الفلوس دي كلّها من إيدينا يعني. في الوقت ده طبعًا كان شايف إن في حاجات غلط كتير أوي بتحصل، وبيقرر إن هو يسمع كلام مامته، وكانت عمّالة تقول له ابعد عن ابنك الفترة دي، ويا ريت فعلًا تركّز في كل حاجة باقول لك عليها فاهم؟ ولمّا أهلها حاولوا يقرّبوا منها تاني عشان خاطر الفلوس بتقرر إن هي تبعدهم عنها، وكانت عمّالة تقول لهم إن أنا مش عايزة أعرفكم تاني فاهمين؟ وإن ما فيش مهر ولا هدايا ولا أي حاجة. طبعًا باباها بيكون زعلان جدًا منها، لكن بيقرر إن هو ينساها خلاص. أمّا عن يويو فكانت فرحانة جدًا إن صحة ابنها بقت كويسة. وفي الوقت ده جدته كانت عمالة تكلمه وتقول له ما تقلقش وإن السر ده هيفضل في بير، فكان بيقول لها ما تقلقيش أنا واثق في كده كويس. فهي بتقول له إزاي؟ قال لها أنا واثق، أنت هتعرفي بعدين. أما عن بطلتنا فكانت فرحانة جدا إن أخيرا الطفل كبر وبقى تمام، وكانت مبسوطة قوي إن هو بيعاملها حلو، وحرفيا بيعاملها كأنها ملكة، وكأنها بنته وحبيبته وعشيقته. في الوقت ده كانت عمالة تقوله إن هي مبسوطة قوي إن هي معاه وإن هي بتحبه، وبتخرج معاها ورق كتير. أما عن حماتها فكانت مبسوطة جدًا بيها لإنها برضه بتعاملها كويس جدًا، وبيخرجوا الاتنين مع بعض، وبيقرروا هيسموا الطفل إيه. بينتهي عندنا المسلسل لحد كده، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، سلام.